السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالَ نعمل وصفتنا. معايا فلفل حامي، ومعايا هريسة فلفل، ومعايا نُص طماطماية، ومعايا بقدونس أو كزبرة خضرا، وتوم، ونُص ليمونة، ومعايا ملح وكمون وكزبرة، ومعايا بابريكا، ولو عندِك كمان بهارات سمك حُطّي، زي ما أنتم هتشوفوا كده. طبعًا هاحط المكونات دي كلها في الكبة، وهاعصر نُص الليمونة، وهاحط معلقة زيت، وهاخلطهم كويس جدًا يا جماعة زي ما أنتم هتشوفوا كده. بجد شوية خلطة جبارة. وأول ما أخلطهم كده مع بعض هانزل عليهم نُص معلقة صغيرة من الصلصة، بتدّيها لون خطير يا جماعة. بُصّوا الجمال، بُصّوا بقى الفرق، تحفة، خطيرة بجد. معايا بقى بصل وطماطم وبقدونس أو كزبرة خضرا، ومعايا فلفل حامي أو بارد برضه براحتك، هاحطهم كده في طبق، وهابدأ أحط عليهم معلقة من الخلطة وأخلطهم كلّهم مع بعض. طبعًا الخلطة دي تنفع مع أي نوع سمك بقى، بوري، بولتي، براحتك خالص، زي ما أنتم هتشوفوا كده. بجد تحفة. أنا طبعًا ما قُلتش للراجل إن هو يفتح لي البولتي اللي هو سنجاري. أنا اتصرّفت وكمّلت بقية السمكة فاتحاها عادي وعملتها سنجاري عادي. البوري هو فتحها لي سنجاري. بُصّوا، طبعًا نضفت السمك كويس جدًا وصفّيته، وهابدأ بقى كده أشتغل زي ما أنتم هتشوفوا. بُصّوا بقى الجمال. طبعًا كل ده إحنا بنشتغل في السمك والفرن شغّال، يعني مولعين الفرن كده يسخن لحد ما نعمل الخلطة بتاعتنا. هنا بقى معايا ورق فويل كده، ومن فوق منهم ورق زبدة، وهادهنهم حاجات بسيطة من الزيت، وهانزل بالخلطة على الوش كده، على وش الورق زي ما أنتم هتشوفوا. بُصّوا كده، دي هتبقى البيت اللي هيتحط عليه السمك. طبعًا السنجاري بيتحط فوق السمكاية الخضرة والحاجات دي، لأ إحنا بقى هنعكس، نخلّي الخضرة من تحت كده. بجد تحفة وجبارة يا جماعة. بعد كده هنحط السمك، وهنبدأ بقى ندهن وش السمك بالخلطة اللي إحنا عاملينها. بُصّوا تحفة. مش هنحط خضرة فوق السمك. جرّبوا بس الطريقة دي هتعجبكم وبجد خطيرة، وطعم السمك خطير يا جماعة. معلقة زيت بقى كده فوق الوش، وهنبدأ بقى ندخّله الفرن. هيقعد معانا حوالي من 20 ل25 دقيقة، وبعد كده هنولّع الشواية لمدة دقيقتين. بُصّوا بقى الجمال، تحفة. إيه رأيكم بقى؟ خطير يا جماعة، ريحته وطعمه كانوا بجد جرّبوها بس كده وادعوا لي. عملت بقى طبعًا جنب منها رز صيادية، وعملت السمك مقلي بالصلصة، وعملت بتنجان وفلفل. بجد كانت أكلة خطيرة ولا يا ولا. إيه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم.